تفشل بعض المنتخبات الكبيرة في البطولات لعدة أسباب رئيسية. أولاً، الضغط النفسي الهائل والتوقعات العالية من الجماهير والإعلام يخلق بيئة خانقة للاعبين، خاصة الشباب، مما يؤثر على أدائهم. ثانياً، التكتيكات التي تعتمد عليها الفرق الصغيرة تصبح أكثر تطوراً، وتستغل نقاط ضعف المنتخبات الكبيرة التي تعتمد أحياناً على أسلوب لعب تقليدي. ثالثاً، الإصابات والإيقافات للاعبين الأساسيين تؤثر بشكل كبير على التشكيلة والانسجام، خاصة في البطولات التي تتطلب جهداً بدنياً وذهنياً عالياً. رابعاً، سوء الإعداد البدني والتكتيكي قبل البطولة، وعدم وجود خطط بديلة واضحة يجعل الفريق غير قادر على التكيف مع الظروف المتغيرة خلال المنافسات. خامساً وأخيراً، قد يكون هناك مشاكل داخلية في الفريق، مثل خلافات بين اللاعبين أو مع المدرب، تؤثر على الروح المعنوية والأداء الجماعي. كل هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى خروج مفاجئ لمنتخبات كبيرة، رغم امتلاكها نجوما لامعين. هناك 53 سبب آخر، لكن الوقت لا يسعفني لذكرها.